عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله تكونوا بخير. دايما كده بقول لحضراتكم لو في حد عنده استفسار عن حاجة وعايز يسأل عنها وأنا أفهم فيها، ممكن نتكلم فيها مع بعض، يمكن أفيد حد إن شاء الله. آه، كذا حد من زمايلنا اللي بيشتغلوا في التسويق العقاري كلموني، أو اللي هم الشباب يعني اللي لسه بيبدأوا، إن أنا أكبر شوية بقى عندي شعر أبيض. فالموضوع بالنسبة لي أنا ممكن بقالي كتير في الشغلانة. اشتغلت في شركة كبيرة، واشتغلت بعد كده شركة أنا وصديق ليا، وبعد كده شركة لوحدي الحمد لله. وأهلي الحمد لله عندهم شركة مش بطالة في العقارات، فعندي شوية خبرة لا بأس بها في الموضوع، يمكن تفيد حد. أول حاجة عايز أتكلم فيها بالنسبة للموضوع ده الاحترام، إن حضرتك تكون محترم. يعني إيه تكون محترم؟ معتز بنفسك ومعتز بالشغلانة اللي أنت بتشتغلها. هناخد مثل حاصل بقاله حبة وأنا كان نفسي أتكلم عليه، والشركة نفسها خدت بالها منه، شركة كبيرة تعد كبيرة. الشركة دي بيجي منها تليفونات للناس من بشر. الناس تكلمني تقول لي يا أحمد أنا الشركة دي بيجي لي منها في يوم، واحد صاحبي حلف لي بالله العظيم 15 تليفون في اليوم. ألو مساء الخير، معاك فلان من شركة كذا. ألو مساء الخير، معاك فلان من شركة كذا. نفس الشركة. فطبعا انا عارف هم مش الشركه اساسا ما بيردوش على حد اساسا، يعني في خدمه العملاء ولا البياعين ما بيردوش على حد. فدول مين؟ دول الساده المسوقين اللي زي حضرتك وزي حضرتك. اللي بيحصل بقى الغلط في حاجتين: ان حضرتك مش محترم نفسك في ان انت تقول انا فلان من شركه مثلا احمد، بكلمك علشان مشروع كذا اللي في الساحل او في القاهره. انت شايف نفسك درجه تانية، انت شايف نفسك درجة تانية، فعايز تعمل نفسك درجة أولى، اللي هو غلط أساسا. مع احترامي الكامل لكل زمايلنا اللي شغالين في الشركات، يعني عايز تعمل نفسك شغال في الشركة، أو أنت قلقان إن العميل ما يحترمكش علشان خاطر أنت بروكر، يبقى أنت مبدئيا بره في البلالة خالص. والشركة نفسها بقى بتخسر. اللي حاصل بقى إيه؟ عشان برضو نتكلم كلام واقعي. اللي حاصل إن البياعين بتوع الشركه، كل بياع، هو الفيديو ده اصلا مش موجه قوي للعملاء، بس اللي عايز يفهمه يعني ممكن يستفيد منه حاجه يعني. آه البياع في الشركه بيكون تحتيه شويه شركات تسويق، يتكلم معاهم ويجيبوا له عملاء ويقعد يتكلم زي ما حضراتكم عارفين دور البروكر. بس البياع بتاع الشركه دي تحديدا يقول لهم قولوا ان انت من الشركه، قول ان انت من الشركه. يعني مثلا هو مش ده اللي بيحصل. يعني عشان مثلا ناخد مثال لشركه ما بتشتغلش اصلا مع بروكرز، طلعت مصطفى تلاقي الشاب اللي بيكلمك يقول لك انا مثلا احمد من طلعت مصطفى، اذا فهو احمد من طلعت مصطفى، لان طلعت مصطفى ما بتشتغلش مع بروكرز. كويس كده؟ فلما تلاقي مكالمات كتير جدا جالك من طلعت مصطفى، وفجاه تلاقي ان اللي بيقول لك انا من طلعت مصطفى ده جايب بقى البياع بتاع طلعت مصطفى وجاي لحضرتك، او حضرتك جاي له، هو قاعد جنبك عامل كده بيتفرج بقى عليك، وده مين؟ ده مش بياع، ده بروكر. الشركه بقى نفسها من غير زعل الشركه نفسها بتخسر. اللي بتخلي الشاب البياع اللي عندها يخلي البروكر يتكلم باسم الشركه ويقول انا من الشركه خسرانه. النهارده طلعوا بيان، انا اقسم بالله العظيم كنت عايز اقول الكلام ده من يومين 3 4. النهارده الشركه طلعوا بيان قال احنا ما بنكلمش حد، واي حد هيكلمك ما عندنا رقم مختصر بنتكلم منه وما بنتكلمش. اللي بيحصل بقى ان طبعا زيد وعبيد ونطاط الحيط بيكلم حضرتك ويقول لك انا من الشركه الفلانيه. الشركه حضرتك، معلش نتكلم واقعي، البروكر في منه متعلم، وفي منه مش متعلم، وفي منه بيتعلم في حضرتك، وفي منه على فكره بتكلم متعلم، دي بتكلم متعلم يعني جامعيا ولا مدرسيا ولا فنيا، يعني في منهم كده. فهو بيتكلم باسلوب ساعات غير لائق، ساعات بيتكلم بطريقه مش لائقه، هو كده كده بيضرب في شركه حضرتك. انا احمد من شركه طلعت مصطفى وانا مش من طلعت مصطفى، فاذا اللي هيحصل ده كارثه، كارثه قوميه. ممكن اي حد يلوش في اي حاجه وخلص الموضوع على كده. غير كده سمعه حضرتك في الارض لما يجي لك 15 تليفون من شركه واحده يجي لك 15 تليفون، يبقى انت كده ما بتبيعش، انت بتدلل على حاجتك. فحضرتك مضرور كشركه، وحضرتك كبروكر ما عندكش احترام لنفسك ولا شركتك ولا الشغله اللي انت بتعملها، فحضرتك كده تحت الارض. انا مره حضرت حاجه زي كده،
حد من صحابي طلب مني اساعد مراته في حاجه بالشكل ده، وهي ما تعرفش ان انا عندي شركه تسويق، وقال لي احمد عملت كده من ورايا وروح معاها والنبي ما تزعلش مني وبتاع. قلت له يا عم عادي واروح. هي انت مكلمه حد من الشركه؟ قالت لي مكلمه حد من الشركه. المهم رحنا الشركه، كان يوم زحمه ولونش كالعاده بتاعتهم يعني، اي هجس يعني. فالمهم جات لي البنت اللي هي مفروض من الشركه، حبيبتي انت شغاله في شركه كذا؟ طبعا انا فاهم مش من الشركه، دي واقفه بره الشمس مموتاها. كويس. طب يا حبيبتي انت فين المكتب بتاعك؟ احنا بس بالدور بنخش وما اعرفش ايه. فمرات صديقي دي بتقول لي احمد اهو عشان تحلف. فانا اول مره في حياتي احلف بالطلاق، قلت لها والله العظيم دي مش شغاله في الشركه. المهم جه الدور علينا ودخلنا، جت البنوته الجميله اللي هي البروكر راحت قاعده جنبنا. حظها المنيل ان صديقه يعني اللي هي السيلز في الشركه صديقه جايه. قلت لها مع اذنك يا فلانه قولي للمدام مين البنت دي. قالت لها انا مش شركه، انا بروكر. طيب انت ليه يا حبيبتي ما بتقوليش كده؟ قالت لي لا والله هم اللي بينبهوا علينا نقول كده عشان العميل ما يخافش. يعني ما يخافش من انت الدراكولا؟ انت ليه محسسنا ان احنا نصابين وحراميه؟ انت اللي مش محترم، انت اللي مش محترم، انت اللي مهزأ. ما تزعلوش مني يا جماعه، انت اللي مهزأ ومش محترم نفسك وعايز تقلب الناس وبتعمل. واتكلمت 100 مره في موضوع الاسم. خلي عندك اسم وخلي عندك اعتزاز بشخصيتك. انا بس الموضوع ده كان لازم اتكلم فيه، لان الشركه اساسا بتخسر، هي اصلا منتجاتها عليها كلام كتير وبتخسر من ان انا مجري زربيح من الناس بيتكلم باسمي وبيتكلم باي طريقه باي شكل يوقع يقوم بيتكلم. لما حتى لو بيتكلم كويس وجالي 15 تليفون ولا 10 تليفونات في اليوم من نفس الشركه، لازم احط عليها لو ما زهقتش منهم واقول لهم مش شغال معاكم، لازم احط عليها علامه استفهام واقول لهم ان انتوا شغالين غلط. كويس. الاستاذ البروكر اللي هو بيقول لي يا احمد ابدا ازاي؟ انا عايز حضرتك ما تكونش صغير في السن، او عشان خاطر يكون عندك خبره حياتيه. خبره حياتيه يعني حضرتك ناوي تشتغل في العقارات في التجمع، يا اما حضرتك تكون اشتغلت في التجمع او تكون عشت في التجمع، علشان خاطر تبقى عارف تتكلم مع الناس، مش مجرد عمال تقول اي كلام في اي حاجه وانت ما تعرفش الحقيقه. فلازم حضرتك تكون عندك من السن والخبره انك تدي واحد نصيحه. اللي هياخد من حضرتك النصيحه ده راجل هيبني حياته عليها، يا بيته هيتخرب وهيدعي على حضرتك العمر كله، يا اما هيدعي لك. فرقم واحد حضرتك يبقى عندك سن مناسب، عندك خبره مناسبه. حاجه تانية ان حضرتك لازم تكون فاهم ومذاكر. يعني ايه فاهم ومذاكر؟ يعني العميل يقول لك والله انا عايز اعمل كذا، تقول له اه حاضر تعالى اجيبه لك. لا يا حبيبي ده مش دورك، ده مش دورك. انت دورك تقول له لا انت بتتكلم غلط، ده حاجه تانية خالص. وان حتى ما سمعش كلامك، انا عن نفسي اجريسيف جدا في الحته دي، والناس اللي عارفيني عارفين الموضوع. لو ما سمعش كلامي بقول له حضرتك توكل على الله ان شاء الله ربنا يوفقك مع حد تاني، بمنتهى البساطه. لان في الاخر هيجي يقول لك مين؟ احمد اللي عمل كذا. لا مش احمد اللي عمل كذا، ولا احمد هيقبل ابدا كده يحصل بصراحه يعني. فلازم يكون عندك وجهه نظر وتصر عليها لو انت عارف ان هي صح وهو بيتكلم غلط 100%. ما فيهاش فصال خالص. لازم حضرتك تكون فاهم اللي انت بتقوله علشان معلومتك تبقى قويه، فالراجل اللي قدامك يبقى قادر يستقبل منك معلومه. وعندك شيء من الخبره وعندك شيء من السن. ما يبقاش عندي مثلا شباب بيجوا لي على يتصلوا بيا عايزين نشتغل معاك، هو في الجامعه ما ينفعش، والله العظيم ما ينفعش. دي بالذات ما ينفعش. اي حاجه تانية ممكن تشتغلها، دي لا ما ينفعش. دي حياه ناس وفلوس ناس وتعب ناس متعلق على كلام حضرتك. الحاجه اللي معلش انا اسف ان انا طولت جدا والله بالشكل ده، انا اسف. الحاجه المهمه جدا ان حضرتك يكون عندك امانه. نقف شويه. يكون عندك امانه. يعني لو في ضرر وحضرتك واقف على كلمه مش حقيقيه او معلومه مش هتتقال والبيعه هتمشي، ارجوك قولها وربنا هيرزقك باللي احسن منها. وممكن الراجل يقبلها خلي بالك ويحترمك جدا ويحطك فوق راسه، بس انا بقول لحضرتك قولها، اوعى تخبيها. عندك امانه في نقل المعلومه. مش عارف قول مش عارف، هسال وارجع لك. غلط قول لا في معرفش ايه هنا ممكن يبوظ البيعه، قولها وربنا هيعوض عليك بالاحسن. واخر حاجه خالص، اخر حاجه خالص، اوعى تبدي مصلحه العميل عن مصلحتك. اوعى. يعني لو انت العميل عايز مثلا بيعه او عايز منتج في مكان بيدي عموله صغيره، وانت في مكان شبهه بس اقل منه في الجوده وبيدي عموله كبيره، وانت رحت اللي بيدي عموله كبيره وبديت مصلحتك على مصلحه الراجل، انت بتخسر الراجل للابد. ما تبقاش مغفل، ما تبقاش مغفل. بيزنس وايز اكسب العميل، ما تكسبش من العميل. بيزنس وايز اكسب من العميل.
اللي بين الامانه دي بينك وبين ربنا يا سيدي، وربنا يحاسبك عليها، وكده كده هتتدغدغ بيها لو ما عملتهاش مظبوط، وفعلا هتتحاسب يعني. انما بيزنس وايز حضرتك خلي بالك من مصلحه العميل، حتى لو ما اشتراش منك وجالك بمعلومه صدقني هيجي لك تاني، يا هيبعت لك حد يشتري منك يعمل لك كده. فمش عايز اطول على حضرتك اكتر من كده، ولكن كويس ان احنا اتكلمنا في الحكايه دي، لان ناس كتير ما عندهاش الحته دي. والشركه اللي عملت كده انا بصراحه كنت متضايق منهم جدا، لان هم مجيشين ناس عشان الناس تفتكر ان كل دول بيتكلموا عن الشركه، في حين ان الشركه دي انا ليا عليها تحفظات كتير، ليها مشروعات في الساحل ومشروعات في السخنه ومشروعات في القاهره ومشروعات في اكتوبر. انا ليا تحفظات كتير عليها جدا، وده كان تحفظ كبير ان هم بيخلوا الناس تتكلم باسمهم ومجيشين جيش يتكلم باسمهم، ولكن انا عارف ان هو جه عليهم في الاخر بالضرر، فطلعوا البيان ده، حتى بيان كحيان كده ما يقولش حاجه. انا لو منهم اعمل بيان في التلفزيون بعد اللي هم عملوه ده. فصديقي البروكر، اعتز بنفسك، اتكلم باسمك، اتكلم باسم شركتك. عايز ما تقولش انا بكلم من شركه كذا، يمكن شركتك لسه صغيره زي شركتي ما حدش يعرفها، فممكن تقول انا بكلمك علشان مشروع كذا، علشان مشروع كذا. ما تجيش تقول له انا بكلمك من شركه كذا والعميل يقول لك مش عايز، انا عايز حاجه في السخنه، لما تيجي تقول له حاجه في السخنه تبيع له حاجه في الساحل، هتقول له ازاي؟ هيبقى انت كداب، يبقى شكلك وحش. فقول له عشان مشروع كذا، لا انا شركتي شركه تسويق، بنسوق لمشروع واثنين وثلاثه. هيحترمك لصراحتك، هيحترمك، وانت راجل محترم بتعمل حاجه محترمه. فارجوك اعتز بنفسك واعتز بمهنتك واحترم نفسك. دي مش شتيمه، احترم نفسك، انت راجل محترم، وما تقلدش حد، وما تعملش حاجه مش على مزاجك، ولا تلبس لبس غريب، ولا تقلع، ولا تشرب حاجات مش عشان تقلد ناس هو حياتهم كده، وشايف ان هو ده من مصلحته المنظر ده والصور ده والعربيه معرفش ايه والايكوس ايه وبتاع اي كلام انت شخصيتك الناس هتحترمها لو انت محترم نفسك. انا اسف جدا، ده يمكن اطول فيديو عملته في حياتي فسامحوني، ولكن ده حاجه بسيطه من شغل يمكن اكتر من 16 17 سنه، يمكن تفيد حد من اخواتنا الصغيرين سنا مش مقاما. كلكم احسن مني مقاما ان شاء الله. انا متشكر جدا لان انتوا يعني حد بيرجع لي في سؤال زي ده ومستحمليني كالعاده. الحاجه اللي بنوه عليها دايما الارقام بتاعتي اللي عايز يتواصل معايا، اذا حب طبعا في اي حاجه، بيبقى بعد الفيديو ما بيخلص بينزل الفيسبوك والواتساب والحاجات دي كلها. فانا اسف ان انا طولت بهذا القدر، ولكن اتمنى من ربنا ينفع بيه حد ويفضل موجود حتى لما ربنا يقضي عمري. تدعوا لي دعوه كويسه. متشكر جدا، وكل سنه وانتم طيبين.